السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قال فان دين بروك: لم يسبق لأي فريق مغربي أن توج باللقب القاري مرتين متتاليتين، وهذا حافز لنا لنقاتل من أجل الفوز بالكأس. أكد ستيفن فان دين بروك مدرب الوداد الرياضي أن مجموعته جاهزة لمباراة الأهلي المصري غدا الأحد لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيداً بالزيارة التي قام بها الناخب الوطني وليد الركراكي لتحفيز لاعبي الفريق الأحمر. وقال فان دين بروك في الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة: بالنسبة للتحكيم في مباراة الذهاب كان جيداً، رغم أنه كان من حقنا المطالبة بضربة جزاء إثر دفع العملود، لكن عموماً التحكيم كان جيداً وقام بعمله كما يجب رغم الضغط. وتابع: لم يتدرب المترجي لحدود اللحظة وسنرى عشية اليوم كيف ستمشي الأمور، لكن بالنسبة لي مشاركته غدا مستحيلة، لكن هذا لن يؤثر على المجموعة. لدينا غيابات أخرى كحيمود، لكن كل الحاضرين جاهزون من أجل الفوز باللقب. وأتم حديثه: محظوظ من ناحية توقيت تولي منصب تدريب الوداد، وغير محظوظ من ناحية أخرى، نظراً لأن هذه المهمة تتطلب عملاً قبلياً، فقد واجهنا في نصف النهائي أفضل فريق في هذه النسخة. كل رياضي يحلم بالتتويج، وصحيح أنني فزت بألقاب من قبل، لكن هذا اللقب أعلى ب3 درجات. وعن أهمية تحقيق اللقب قال: هذا أمر مهم ليس لي فحسب بل لكل الوداديين وللكرة المغربية. لا أحد في المغرب توج مرتين تواليا بلقب هذه المسابقة، وأعتقد أن هذا وحده حافز لكي نقاتل لتبقى الكأس في المغرب.